رغم ظروفه مش عايز يمد ايده لحد، ومش عايز يقول لحد هات او ما تجيبش. عم عاشور هنا بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يديه الصحه وطولة العمر، عنده نصبة شاي في شارع اللي هو عند عبد الحي بتاع الملابس. يا جماعه عم عاشور حكايته باختصار شديد، فاتح الحاجه اللي قدامكم دي نصبة الشاي، كل رزقه منها. بس في حاجه تانية بقى انا عايزه اكلمكم فيها. عم عاشور تعبان مريض، عنده حاجه طالعه له في بطنه، انا ما اعرفش هي ايه بالظبط، بس عرق. عرق ايه يا عم عاشور؟ عندي العرق بقاله 5 سنين وانا ساكت. عرق ومش قادر اعمله. ومش قادر تعمله. نفسك في ايه يا عم عاشور طيب؟ 20,000. ايه؟ 20. طب ما تعيطش يا عم عاشور معلش. حول ولا قوه الا بالله. طب ايه ده كده يا عم عاشور؟ حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه يا ريت اللي في ايده اي حاجه يعملها لعم عاشور هنا. عم عاشور المفروض ان هو ليه عمليه عايز يعملها علشان يبقى طبيعي زينا. بس شغلتي مش مساعداني. شغلتك مش مساعداك. اعمل ايه يعني؟ لازم عمليه. لازم عمليه. يا اختي بتولد اختي بتحايلوا عليا مش راضي اعملها، قلت يا موت يا عيشه. بعد الشر بعد الشر عليك. ما هو علشان خاطر اولا ما معكش مفيش حد بيديني حاجه والله. اعمل ايه؟ ربنا يديك الصحة. أي حد في إيده أي حاجة لعم عاشور مكانه هنا يا جماعة، مش عشان العملية بس، أي حد حابب إن هو يكبر بخاطر عم عاشور يجي له هنا عند عبد الحي بتاع الملابس أهو، في الشارع اللي هو بتاع السلطان حسين. هتيجي تلاقي نصبة عم عاشور في أي وقت. بتفتح من إمتى؟ من إمتى لإمتى يا عم عاشور؟ بطل من الساعة 8:30 الصبح. من 8:30 الصبح. وبمشي الساعة 9 الساعة 8 بالليل. بتخيني من قعدة النهار، بلم نفسي وبروح. رغم مرضك نازل تشتغل يا عم عاشور؟ مراتي ما بتشتغلش في حاجة خالص. إيه؟ مراتي ما بتشتغلش في حاجة خالص، قاعدة في البيت على طول. من أمي تعبانة بقالها 3 سنين راقدة. أمي تعبانة.